بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا عن هريسة الشطة، هنعملها كده بطريقة سهلة وبسيطة، وأهم حاجة يكون الطعم بتاعها كويس جدا وطريقة تخزينها، وكمان يكون اللون بتاعها معاكي كده يكون أحمر كده وجميل معاكي. طيب، انا هنا هعملها بالفلفل الحامي. حابه انت تستخدمي الفلفل البارد، هنعملها بنفس الطريقه، بس هتجيبي الفلفل الرومي الاحمر. حابه تعملي اللي هي تكون بارده ولا حراقه قوي، تقدري تاخدي كميه من الفلفل الحامي مع الفلفل البارد، نص كده ونص كده. اهم حاجه ان احنا دلوقتي هنبتدي نغسل الفلفل وتحطيه على مصفى يصفى من الميه بتاعته. بعد كده هبتدي ان انا اقطعه. اول حاجه بشيل الكاسه بتاعته كده من فوق، بعد كده بفتحه من الجنب وابتدي ان انا اشيل البذور. طبعا البذور هنا بتكون كميه الحرقان بتاعتها بتكون اقوى شويه، عشان كده انا بتخلص من كميه البذور الموجوده في قرن الفلفل الحامي. وسواء كمان لو البارد تقدري برضه ان انت تشيلي كميه البذور. بعد ما هنشيل البذور كده هنعمل الكميه كلها بنفس الطريقه. هحطهم بقى كده في قلب اناء زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. هيكون معايا كوبايه من الميه، ده عباره عن مقدار 2 كيلو من الفلفل، عليهم كوبايه من الميه. رشيتها كده على الفلفل كده من فوق، وهبتدي احط الاناء بالفلفل على النار. باسيبه كده الأول كده على نار عالية، يا دوبك بس ياخد بس إن هو يغلي قدامي. بعد كده هابتدي إن أنا أهدّي عليه النار. أنا بقى عايزة المَيّة دي خالص تتشرب خالص. اديته كمان هنا رشة من الملح، عبارة عن نُص معلقة من الملح. اديته كده هنا تقليبة، وهاسيبه بقى لحد ما احس ان المية ابتدت ان هي تنشف خالص. اول ما لقيت بقى ان المية ابتدت تنشف خالص، طفيت عليه النار وسبت الفلفل لحد ما يهدى ويبرد تماما. بعد كده هاخده وهضربه في قلب الخلاط. هجيب بقى العلبة اللي انا هحطها في قلب التلاجة او الفريزر، وابتديت ان انا صبيت المقدار بتاع الفلفل زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. طيب، لو انت عايزه تحفظيه تحت في التلاجة، بس يكون تبريد التلاجة بتاعك كويس، هبتدي ان انا املاه كده من فوق على الوش بالزيت. دي خطوة مهمة جدا عشان تحفظي فيها الهريسة. كل ما هتاخدي منها لازم تزودي بعد كده فوق الهريسة بالزيت عشان تعيش معاكي فترة طويلة. الأأمن إن أنتِ تحطيها في قلب الفريزر، وعلى فكرة هي بتفُك بسرعة، يعني مجرد إن أنتِ طلعتيها وخدتِ منها معلقة بتطلع معاكِ بكل سهولة. أنا هنا ما حطيتش أي نكهات من اللي إحنا بنحب نحطها زي اللي بتجيبيها من برّه، سواء بقى الكمون والسكر والخل والكلام ده، لأ. أنا باحب أخلّيها كده. ليه؟ لإن الاستخدامات اللي أنا باستخدمها بتكون مختلفة، يعني ممكن أنا أعملها في التخليل، ممكن أعملها في المكرونات. يبقى أنا هنا أقدر أنكّه أي نكهة أنا عايزاها بالطريقة دي. يبقى أنا هاخد هنا الكمية اللي أنا عايزاها وهانقّيها، يبقى أنا كده أقدر أستخدمها في حاجات كتير. أهم حاجة إن الطريقة دي بتخلّي لِك اللون بتاعها أحمر زي ما أنتِ شايفاه بالطريقة دي، أحسن بكتير لمّا بتاخدي الفلفل وتضربيه في قلب الكبة، ما بيدّيكيش نفس درجة اللون دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.